بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة في آخر ماتشات الأهلي بيعكنن على جماهيره، بس يمكن النهاردة إلى حد ما الكرة مش عايزة تخش صراحة. يعني الكرة مش عايزة تخش. يعني الشوط الأولاني انفراد لجراديشار بيضيع، كورة في القائم لجراديشار بتضيع، كورة لياسين مرعي. فتعرف كده ان الدنيا مديه ظهرها للعيبه، ده اللي يدل ان في حاجه مش سالكه في نفسيات لعيبه النادي الاهلي. اول مره النادي الاهلي في تاريخه يمر بحته النفسيات دي بالشكل ده. دي عمرها ما كانت في النادي الاهلي، بس اتوجدت في النادي الاهلي تحديدا الموسم ده. كله مش سالك، اللي قاعد زعلان واللي بره زعلان واللي بيلعب زعلان واللي بيخرج زعلان. ففي حاجة غلط في أوضة اللبس بتاعت النادي الأهلي. حتى ضربة الجزاء، يعني حتى ضربة الجزاء بتضيع. ومن مين؟ ومن زيزو اللي انتوا جايبينه، اللي هو متخصص ضربات الجزاء رقم 1، ثم الكروسات او القرانل رقم 2. فقد الحتة الفترة اللي فاتت دي بتاعت القرانل، كل شوية من هنا لهنا رايح جاي هنا. انا بقترح عليه ياخد يعني يأجر توك توك ويروح بقى من هنا للكورنر ده ومن هنا للكورنر ده. يعني ما تسيب حد، هي مش ماشيه معاك، سيب محمد هاني، سيب طاهر، اي حد يرفع غيرك. يعني هو مش توكيل، انت مش واخد توكيل يعني قرار. حتى ضربة الجزاء اللي انت متميز بيها ضاعت. طب وبعدين والحل؟ هو المفروض كان يخرج، يعني بأمانة ربنا كان المفروض يخرج، حق ربنا يعني. وجراديشار حتى لو هو سيء يفضل في الملعب. يعني حتى لو جراديشار لو هو سيء يفضل في الملعب، لان ما عندكش الا هو اللي هيعرف يجيب جول. حتى لو ضيع 3 4 5 اجوال، ايه المشكله؟ هو برضو اللي هيجيب الجول. فتغييرات كلها سمك لبن تمر هندي وفي روح مش كويسه بين اللعيبه وبين بعضيها، وبتنعكس بقى على ان هي الكره بتقف مع الفرقه، لان كله هنا مش سالك. فانا بقول ان قبل ما يفوت الاوان ناس تقعد وناس تطلع اعراض في شهر يناير اللي جاي ده عشان تظبط تاني النادي الاهلي كده، لان كده النادي الاهلي ولا بطوله ياخدها السنه دي بالشكل ده. يعني انت بتروح للجون وبتضيع وبتيجي في القائم وتقعد تطلع من على خط الجون ويتحسب لك ضربه جزاء في الوقت بدل الضايع والكره مش عايزه تخش، يبقى في حاجه غلط. على العموم مبروك للنادي المصري البونت اللي خده النهارده. ارض لك للنادي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله اشوفكم قريب باذن الله.